المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين نستهلها كالعادة بالعناوين. لقاء الجبهة الشعبية والشباب العمال في عصب. تنظيم انتخابات الاتحادات الرياضية في الإقليم الجنوبي. بناء سد في شاكات لضمان توفير المياه. تنظيم الدولة يتبنى هجوما أودى بحياة 20 شخصا في الكونغو الديمقراطية. اليابان والصين تجريان محادثات بحرية حول المياه المتنازع عليها. وأوكرانيا تقوم بأول إجراء عسكري بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد رزان ميكيل اجتماعا في 8 أبريل في مدينة عصب للشباب العمال في قطاع التعليم والصحة. وقال إن تطور وازدهار البلاد يرتكز على الشباب عامة والمتعلم خاصة، لذلك فإن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تولي الاهتمام الأكبر في هذا المجال. وأوضح أن تصدي الشعب الأرثري لمختلف العدائيات والخروج منتصرا كان نتاج التماسك القوي والوعي العالي، وعلى الشباب عامة والشباب المهنيين خاصة وراثة هذه القيم والمساهمة الفاعلة في المرحلة الجديدة. من جانبه ذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم السيد عثمان عبد القادر الشباب العمال، ذكرهم لبذل الجهد ليكونوا مؤثرين في محيطهم ومؤسساتهم وتطوير قدراتهم. وطالب الشباب للدفع بمثل هذه الاجتماعات التي ترفع من الوعي والمعرفة. نظمت مفوضية الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي انتخابات الاتحادات الرياضية يومي 6 و7 أبريل تحت شعار لتزدهر الرياضة الشعبية. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاسيون في البرنامج الذي جرى في مدينة مندفر الاتحادات المنتخبة للاهتمام بالريف دون الاقتصار على المدن بهدف تطوير الرياضة في الإقليم. من جانبه دعا المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيد أبراهام يوهنس للحفاظ على مميزات ونجاحات السنوات الأربع الماضية، والدفع قدما بالنشاط الرياضي وتوطيد العلاقة بين كافة الجهات الشريكة وخاصة وزارة التعليم. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية للإدارات الرياضية التي خدمت السنوات الأربع الماضية وأداء الإدارة الجديدة المنتخبة القسم. في غضون ذلك قيمت مفوضية الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي البرامج المنفذة من عام 2021 وحتى من عام 2011 وحتى 2022 بحضور مسؤولو الثقافة والريادة في 12 مديرية. وبحث الاجتماع عن رفع الإيرادات الرياضية وإرسال البنية التحتية وبرامج العمل الجديدة. وكرمت مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي الأعمال المميزة في مديريات دك أمحرة وعالدخالة وصنعفة وعرزة. تجري أعمال بناء سد في ضاحية شاكات في مديرية بارنتو لإقليم القاشبركة لتخفيف مشكلة المياه الشرب والسقي والتنمية الزراعية. وقال مسؤول تنمية السدود والمجار التحويلية في المديرية المهندس جورجا ورد أن البرنامج ينفذ منذ شهر مارس الماضي بمشاركة واسعة للسكان. وذكر بأن السكان قاموا مسبقا بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وشق طريق بطول حوالي 10 كيلومترات. وأكد سكان شاكات توظيف كل قدراتهم لإنجاح المبادرة الحكومية، مشيرين إلى معاناتهم للحصول على المياه من أماكن بعيدة. دعت الشرطة أولياء الأمور والمعلمين للمساهمة بفعالية في تنشئة الطلاب الشباب بقيم المجتمع. وأوضح قائد مركز الشرطة الخامس في الإقليم الأوسط الرقيب ينير إسهم في السيمينار الذي عقده لطلاب مدرسة البحر الأحمر الثانوية وأولياء الأمور في 8 أبريل، أوضح بأن معظم الجرائم والمخالفات التي ارتكبت في الربع الأول من هذه السنة قام بها شباب من عمر 15 وحتى 18.
ودعت مديرتا مديريتي ترافل وتسرات اللتان حضرتا السيمينار دعتا جميع المواطنين للمساهمة الفاعلة حفاظا على تراث وقيم المجتمع السمحة وضمان حماية وسلامة محيطهم واهتمام الطلاب بالدراسة وتجنب مسببات الجريمة. وذكر أولياء الأمور أهمية السيمينار التنويري بالقانون. من ناحية ثانية عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارا للشباب عامة وطلاب خاصة حول فوائد وأهمية التعليم. وحث مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد السيد صالح أحمد نفع طلاب العمل النشط لتوسيع المعرفة. وفي سيمينار مماثل عقد في مديرية تسني دعا مسؤول متابعة التنظيمات في إقليم القشبركة السيد سليمان يوسف دعا الشباب والطلاب لرفع الوعي والمساهمة الفاعلة في برامج التنمية. يقوم مكتب القانون والنظام في مديرية دكة أمحرة بمراقبة جادة لضمان سلامة المواد الغذائية. وأوضح المكتب أن أعمار المراقبة التي قام بها مؤخرا أسفرت عن ضبط مواد استهلاكية منتهية الصلاحية في 22 متجرا وقرر معاقبتها ماليا بالإضافة إلى إحراق المواد المضبوطة بحضور الجهات المعنية. وذكر مسؤول المكتب السيد كفل هيلي أن المكتب يقوم بالمراقبة المستمرة وتقديم النصح والتحذير للمتاجر المقصرة. نشرتنا مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. قالت السلطات إنه أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا. وفي بيان عبر قناته قال التنظيم إنه يقف وراء الهجوم. والهجوم الذي حدث في قرية موسندابا الواقع على مشارف بيني هو جزء من موجة عنف ضد المدنيين يتهم الجيش والسلطات المحلية جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف وراءها. وقال قائد الإدارة العسكرية لمنطقة بين الكولونيل تشارلز أوميونغا أن العدد وصل إلى نحو 20 قتيلا في قرية موسندابا متهما القوات الديمقراطية المتحالفة بتنفيذ الهجوم. ووقع الهجوم في واحد من إقليمين منكوبين بالصراع استبدلت فيهما الكونغو بالسلطات المدنية إدارات عسكرية قبل أكثر من عام في محاولة لوقف العنف. التقى مسؤولون يابانيون وصينيون كبار لمناقشة المخاوف البحرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي بينما أجرت بكين مناورات بحرية حول تايوان. يأتي الاجتماع هو جزء من سلسلة محادثات دورية بدأت في 2012 في الوقت الذي قامت فيه طائرات حربية وسفن حربية صينية بمحاكاة ضربات ضد تايوان بعد زيارة الرئيسة ساي إنغ وين للولايات المتحدة واجتماعها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. وقبل المحادثات قال هونغ لي أنغ رئيس الوفد الصيني إنه يسعى للتعاون مع اليابان في المنطقة البحرية ويتوقع إجراء حوار تفصيلي مع نظرائه. وطلب من اليابان سحب سفنها من المياه المحيطة بجزر في بحر الصين الشرقي والتي يطالب البلدان بالسيادة عليها. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أوكرانيا اتخذت إجراءات وقائية وتدابير أخرى بعد تسريب وثائق سرية تصف حالة وتمركز القوات الأوكرانية وخططها الهجومية. وذكرت قنوات تلفزيونية نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن أوكرانيا غيرت بعض الخطط العسكرية بسبب تسريب وثائق سرية تصف حالة القوات الأوكرانية. وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن جزءا جديدا من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسربت إلى شبكة الإنترنت. وفقا للصحيفة فإن حجم التسربات على الإنترنت قد تصل إلى أكثر من 100 وثيقة وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.
قاد 4 أشخاص في انهيار ثلجي على جبل مون بلاي في أحد منطقة الألب الفرنسية التي حصلت العديد الأكبر من الأرواح في فرنسا في السنوات الأخيرة. ونجم عن الحادث الذي حصل على نهر أرمانسيس الجليدي في مرتفعات بلدة كونتامين مونغوا مقتل 4 أشخاص وإصابة شخص بشكل طفيف، فيما لم يتأذى 8 آخرون كانوا في الموقع بحسب حصيلة جديدة صدرت عن إقليم أوت سافوا. وتوجه نحو 20 عنصرا إنقاذ والدرك وإطفاء إلى موقع الانهيار الثلجي بالإضافة إلى مروحتين. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن أفكاره مع الضحايا، مضيفا أنه تمت تعبئة عناصر الإنقاذ لدينا للعثور على الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الثلج. ختام النشرة، هذا أهم ما جاء فيها. لقاء الجبهة الشعبية والشباب العمال في عصب. تنظيم انتخابات الاتحادات الرياضية في الإقليم الجنوبي. بناء سد في شاكات لضمان توفير المياه. تنظيم الدولة يتبنى هجوما أودى بحياة 20 شخصا في الكونغو الديمقراطية. اليابان والصين تجريان محادثات بحرية حول المياه المتنازع عليها. وأوكرانيا تقوم بأول إجراء عسكري بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية. هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.